احنا اللي غلطانين. احنا اللي غلطانين ان راهنا على فرقة زي دي. احنا اللي غلطانين. احنا هنكسب الاهلي امتى؟ هنكسب الاهلي امتى؟ 2-0 و3-0 و4-1 والنهارده 2-0. لكن وعد الحر دين عليه. وعد الحر دين عليه. قبل ما ننفذ وعدنا انا عايز كل جماهير الكورة في مصر تجمع علشان يتفرجوا ويشوفوا ان ريمو وسيمو هيوفوا بوعدهم. هيوفوا بوعدهم قدام مصر كلها، قدام جماهير الكورة في مصر كلها. بس قبل ما نعمل ده نحب نقول احنا اسفين يا اهلي. اسفين يا اهلي. اسفين يا اهلي. اسفين يا اهلي من هنا للصبح، علشان احنا اللي غلطانين ان احنا نراهن على فرقة الزمالك انها هتكسب النهاردة فرقة فعلا عملاقة، فعلا مارد، فعلا النهاردة بتعلمنا ان ما ينفعش نراهن الزمالك قدام الاهلي. وعد الحر دين. وعدت انا وريمو ان انا هحلق شعري وهو هيحلق دقنه، عشان كده وعد الحر دين علينا وهننفذ وعدنا قدام كل الجماهير اللي وعدناها. وبقول تاني احنا اسفين يا اهلي. اتفضلوا اهو اهو قدام كل جماهير الكورة في مصر. كل الناس يوصل لهم ان فرقة الزمالك عملت كده في ريمو وسيمو. فرقة الزمالك عملت كده في ريمو وسيمو. شكرا يا لعيبة الزمالك. شكرا يا عبد الله يا سعيد يا صفقة القرن. شكرا يا ناصر يا ماهر يا بتاع الاساطير. يا بتاع الاساطير يا ماستر. هات هدية للمتبستر. شكرا. شكرا يا لعيبة الزمالك. شكرا يا شيكا. شكرا يا شيكا. واقف تضحك يا شيكا في الملعب. ها جبت كام جول يا شيكا في الملعب؟ اتريقتوا على ابو تريكة عشان طلع يقول اصل انا اديت الزمالك 13 وانت جبت كل تاريخك كام يا شيكا؟ جبت 4 تجوان في الاهلي وعامل لك كوماندا. الله عليك يا عبد الله يا سعيد يا صفقة القرن. يا اللي بتقع، يا اللي بتقع يا عبد الله، يا اللي بتتكفي على وشك في الملعب يا عبد الله يا سعيد. يا اللي بتتكفي اهو، يا اللي بتتكفي على وشك يا عبد الله يا سعيد. اتفضل يا ريمو. كل جماهير الكوره في مصر تتفرج ان ريمو وسيمو وقفوا بوعدهم. كل الناس توصل اللايف ان ريمو وسيمو وقفوا بوعدهم قدام كل جماهير الكوره في مصر. اتفضل يا ريمو. نعتذر لكل جماهير الكورة، نعتذر لجماهير النادي الأهلي. احنا اسفين ان احنا راهنا، ولكن انتوا شفتوا يعني لعيبة مش على قد المسؤولية تماما تماما. احنا رجالة ان احنا بننفذ وعدنا امام الناس ومحدش له حاجة عندنا مع احترامنا للجميع، لكن احنا لما بنقول كلمة لازم ننفذها. ولاعيبة الزمالك وإدارة الزمالك قالت لنا كلمة لكن ما نفذوهاش وما عملوهاش. وشفنا أداء كويس، لعبنا واستحواذ وي، لكن الأهلي خلص بخبرته، خلص لأنه عايز يفوز ولأنه لازم يفوز ولأنه معود جماهيره على كده. هزايم في هزايم في هزايم. مش هكتر عليكم. وعد الحر دين عليه. وعدتكم ان انا احلق شنبي ودقني اللي بقاله بتشوفوه فتره طويله للي بيشكك، لكن مفيش اغلى النهارده ولا احزن النهارده علينا من اللي حصل. شكرا يا زمالك. شكرا يا شيكا. عبد الله السعيد. شكرا يا عبد الله. ده النهارده الاهلي مش في حالته بيشربك 2، اما لو في حالته كان شربتك 10. الاهلي امتى هنكسب الاهلي؟
ما عنديش فكره، ما عنديش فكره. الاجيال الجديده بقى يا جماعه تكمل في الموضوع. احنا خلاص، احنا تعبنا من الفرقه دي خلاص. ملعون اللي يراهن على فرقه زي دي هنكسب تاني. الاهلي امتى؟ انا مش عارف. هنكسب الاهلي امتى؟ حد يقول لي ممكن نكسب الاهلي امتى؟ مش فاهم. كمل يا ريم. النهارده اللي عايز اقوله، لعيبه الاهلي في اقل احوالها بتدينا 2 مع الرأفة، بتدينا 2 مع الرأفة، 2 مع الرأفة. النهارده لو لعيبه الاهلي في حالتها كانت لبستك 10 جول امام عاشور، ايه رايك؟ دي الصفقات هي امام عاشور، صفقة امام عاشور، مش صفقة عبد الله السعيد وناصر ماهر وعبد الله غيث، كابتن عبد الله مشرف. ها، هي دي الصفقات اللي بتأدي حاجة. اللي من اول ماتش النهارده لعيب عنده عارف كويس الضغوط اللي عليه، وبيخش يسجل جول زي الاسد وبيعمل علامة الاحتفال هو كهربا. النهارده قفشه القضية ممكن ل10 مرة، القضية ممكن ل10 مرة احلى ايه تاني؟ انا هحلق ايه تاني؟ ل10 مرة القضية ممكن، ل10 مرة بتتعمل فينا. اول كاس بيتلعب بره مصر، اي اول حاجة دايما لازم ياخدها الاهلي. اي حاجة فيها الاول لازم اول بطولة خارج مصر، اول سوبر مش عارف ايه، اول كاس عالم ايه، أو كل حاجة الاول ياخدها الاهلي. ليه؟ عشان عنده نظام مفيش عشوائية. اللي يجي يقول لك دول بيب، انت اللي بيب يا اللي مش عايز تفكر. انت اللي بيب وابو البيب اللي عمال خسارات مستمره وفشل مستمر. النهارده اللي بيحصل ده بيأكد ان الاهلي فريق صعب الى حد المستحيل انك تفوز عليه في اسوأ حالاته. النهارده جماهير الاهلي، انا بكلم اللي بيفهم كوره، المتعصب اللي ما بيفهمش كوره ده انا معلش اسف انا ما بكلموش. النهارده جماهير الاهلي اللي بتفهم كوره عارفه كويس قوي ان هم ما كانوش موجودين، وان الاهلي ما جاش. الاهلي ما جاش وبيغلب الزمالك 2-0. الاهلي ما جاش وبيغلب الزمالك 2-0. يعني الاهلي لو جه كان غلبنا ايه؟ اقول لك كان غلبنا 4-1 زي اللي قبله، كان غلبنا 3-0 زي اللي قبله. يعني احنا مش عارف اقول ايه. يعني الزمالك ممكن، انا سمعت تساؤلات جماهير الاهلي بيقولوا احنا ما بنلعبش، هو الزمالك هيجيب جون امتى؟ اهلاويه بتقول كده، هو الزمالك هيجيب جون امتى؟ اللي حصل ان الاهلي هو اللي جاب الجون، وان امام عاشور يا اللي بتشكك في الصفقه وبتقول امام عاشور هو اللي بيجيب الجون، امام عاشور هو اللي بيعمل الاسيست للجون الثاني، وقفشه بيجيب فينا قضيه تاني. واول كاس مصر خارج مصر الاهلي اللي بياخده، وريمو وسيمو بيحلقوا شعرهم ودقنهم علشان اللعيبه. والله ما راين عليك الرجاله اللعيبه الزملكاويه المحترمين اللي كانوا موجودين في الملعب. مش عارف اقول ايه ولا اعيد ايه. احنا اسفين لكل جماهير الاهلي ان احنا راهنا الرهان ده، لكن انتوا شفتوا كان في لعب، بس مفيش اي حاجه، مفيش شراسه، مفيش تهديف، مفيش روح الفانيلا. خلينا نكون متفقين، روح الفانيلا بتبقى عند اللاعب اللي بيخش الاهلي. لو انت ناشئ بتخش الاهلي بيبقى عندك روح الفانيلا بتبقى عندك من لاعب ناشئ. انما انت عندك روح الهزيمه، انت عندك روح الورد، روح الياسمين، عندك روح الهزيمه، ما عندكش. ويجي واحد يقول لك اصل دول جماهير يا عم مش عاصبين. بيب ايه يالا بيب ده. انا النهارده لما كنت شغال في الفشل وعمال بنومو واقول بيب، لكن انا النهارده لما اكون بأدي وبكسب بطوله ورا الثانيه ورا الثالثه، وناس بتشجع فريق بيكسب وبيقدر جمهوره، يبقى انا النهارده اقول بيب. اشوف النهارده الناس اللي بتقدر جمهورها، واللعيبه اللي خايفه على التيشيرت اللي لابساه، واللعيبه اللي خايفه على جمهورها، واقول عليهم ده احنا اللي بنقول بيب، ده احنا بتوع البيب. النهارده الاهلي غالب الزمالك 2-0 3-0 4-1 2-0. كم مرة هتكسب الاهلي؟ امتى هتكسب اللعيبة دي هتكسب. هنشوف الزمالك بيكسب الاهلي لما نموت هنشوف لعيبة الزمالك وهي بتكسب الاهلي. اللي حصل فينا النهاردة احنا
طلعنا رجاله ووفينا ووعدنا، لكن كان في رجاله مش حاسين بالجمهور. كان في النهارده في الملعب مفيش حد حاسس بالجمهور اللي وراه. اللي النهارده عملوا فينا كده اهو. اللي يقول لك ايه اللي حصل فينا، قول له الزمالك عمل فينا كده، الزمالك عمل فينا كده، الزمالك عمل فينا كده. وصلها لطوب الارض عشان يعرفوا ان لعيبه الزمالك ده اللي يراهن على الزمالك. اللي يراهن على الزمالك ده النتاج، ده النتيجة اللي تراهن تقول لعيبة الزمالك هتغلب. دي النتيجة. انت مرة تمشي حافي ومرة تعمل كده. ليه؟ عشان بنراهن وما بنتعلمش على لعيبة ما تستاهلش ان انت تراهن عليها. النهارده احنا مش عارفين نقول ايه غير مبروك. طبعا مبروك لجماهير الاهلي، فريقهم عظيم وفريقهم كبير ودايما بيشرفهم ودايما بيرفع راسهم، حتى وهو في اسوأ حالاته بيكسبك يا الزمالك 2-0. هتكسبه امتى؟ هو ده السؤال. هنغلب الاهلي امتى؟ للاسف ده سؤال ملوش اجابه. ده سؤال يعني مجهول الاجابه، ملوش اجابه. مشينا حافيين قبل كده، اللي حضرنا واللي ما حضرناش يا جماعه مشينا حافيين قبل كده. راهنا ان احنا هنمشي حافيين ومشينا حافيين، والنهارده راهنا ان احنا هنحلق دقننا وهنحلق وحلقنا برضه. يعني لحد الدقيقه 84 يا الزمالك ما انتش عارف تجيب جون، ولما يجي فيك جون بيجي فيك التاني. 2-0 والاهلي اصلا ما لعبش. امال لو الاهلي كان لعب، يعني لو الاهلي اللي يتخاف منه كان لعب، كانت النتيجه هتبقى ايه؟ شيلك 2-0. 2-0. عبد الله السعيد ماشي بيجر رجله في الملعب مع الرحمه، لكن احنا بنقول احنا رجاله. احنا مش مكسوفين من حاجه. اللي بيقولوا بيهاجم، لا احنا مش مكسوفين من حاجه. اللي يتكسف اللي ما يعرفش قيمه التيشيرت ده، واللي ما بيقدملوش حاجه وبياخد عشانه ملايين بياخد عشانه. احنا ما بناخدش حاجه غير وجع القلب وغير الامراض وغير ان احنا بنمشي حفاه وبنمشي ما اعرفش ايه وبنحلق دقننا وبنحلق هو ده اللي احنا جمهور الزمالك الوفي المحترم العظيم اللي بياخده من تشجيعه للفرقه دي. مع احترامي لكل مشجعين الزمالك، لكن هو ده قدرنا النهارده، ما تشغلوش نفسكم يا جماعه، ما تتعبوش نفسكم. احنا ناس مختله، معلش. كل واحد يفكه ويشوف. هي مباراة كرة قدم، اتهزمنا فيها زي ما اتهزمنا في اللي قبليها، زي ما اتهزمنا في اللي قبليها، وهكذا. بس يا جماعة في حاجة مش محلوقة. لو في حاجة مش محلوقة يا جماعة حد يقول. اللي هيقول لي ما اعرفش، لا انا هروح عند الحلاق حبيبي هعملها بقى تاني، بس انا بعملها كده وهننظمها بقى ايه عند الحلاق. بس يعني احنا حلقنا خلاص، يعني مش لازم تحبكها وتقعد تقول لك ما اعرفش يا جماعه. اصل اللي يقول لي في بعد اذنك كريم، في حته هنا ومش في حته هنا اهو، في حته هنا ولا في حاجه في حته هنا. ادي الكل عايزين الناس كلها تصور يا جماعه ان احنا وفينا بوعدنا. ده اللي عملوا فينا نادي الزمالك، وده اللي عملوا الرهان على نادي الزمالك. معلش يا جماعه، الواحد ان انت تراهن النهارده على نادي الزمالك. بس عايز اقول كلمه بس معلش. هنلاقي ناس بتبعت لك في الرسائل، وناس بتبعت لك في الكومنتات، وناس بتبعت لك على فيديوهات من سنتين. انت ما حلقتش ليه يا كابتن؟ يا عم وصلوا له ان احنا حلقنا عشان مش ناقصين بس وجع دماغ. كفايه اللي احنا فيه، فمش ناقصين يعني.